السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل حاجة جميلة للفطار، هنعمل الكعك بالسمسم بطريقة كده جميلة وبسيطة بس جميل جدا. معانا معانا كوبايتين دقيق، نص كوباية سكر، بيضة، ربع كوباية زيت ومعلقة زبدة، معانا ربع معلقة بيكنج باودر، ومعانا ربع كوباية لبن. بس كده المكونات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت ما فيهاش خميره. كوبايتين دقيق، عليهم نص كوبايه السكر، عليهم ربع معلقه البيكنج باودر، وعليهم البيضه، وعليهم ربع كوبايه الزيت ومعلقه الزبده الكبيره، وعليهم ربع كوبايه اللبن. دي المكونات بتاعتنا. يبقى كوبايتين دقيق، ربع لبن، ربع زيت ومعلقه زبده، ونص كوبايه سكر، وربع معلقه بيكنج باودر. مفيش خميره. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدا نعجن. طبعا كده كعك كده سريع جدا بس جميل للفطار. ادينا كده بنعجن. طبعا العجينه كده مش هتكون سايبه، هتكون متماسكه شويه، بس اهم حاجه كده نعجنها كويس جدا لغايه كده لما السكر يدوب. عجنه كده حلوه. طبعا كده خلاص خلصناها عجن. كده هنبدا نشتغل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كده كوره صغيره، نبدا كده نفردها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عجنتها كده وارتاحت حوالي 5 دقايق. طبعا كده يبقى الحجم صغير. لو عايزين تكبروه عن كده ماشي. طبعا معانا السمسم ومعانا اللبن، هننزلها كده في اللبن كويس، وبعد كده في السمسم نضغط كده عليها بالشكل ده. ومعانا كده طبعا صينيه اللي هنخبز فيها، نحط فيها كده الكعكه بتاعتنا. طبعا كده قطعه عجينه تاني على حسب الحجم اللي تحبيه، ممكن تكبريه عن كده. كده هنشيل الصينيه خلاص عشان نعرف نشتغل. نسويها كده قد بعض بالشكل ده، نقفلها كده كويس. طبعا وكده ننزلها كده طبعا في اللبن، في السمسم، طبعا كده على الصينيه بتاعتنا. طبعا كده واحده تاني. طبعا كده حاجات جميله للفطار خفيفه وبننوع، ما باخدش وقت عشان ما فيهوش خميره. ممكن كده في نص ساعه تعمليه. طبعا على اللبن والسمسم. طبعا بالشكل ده. طبعا كده كرة تاني. نبدأ نشتغل فيها. طبعا كده احنا مشغلين الفرن تسخن عشان نسوي فيها الكعك بتاعنا. طبعا دي كده حجمها كبير شوية، نقفل عليها كده كويس عشان ما تفكش. طبعا على اللبن والسمسم. طبعا كده خلاص خلصنا كل الكمية اللي احنا عملناها. هندخلها كده الفرن تستوي وهنشوفها بعد ما تستوي.
طبعا كده الكعك بتاعنا استوى، شايفين كده خد اللون الجميل من تحت كده ومن فوق، واستوى كده اخر تمام. ده كده مع كوبايه شاي بلبن الصبح بيبقى جميل جدا في الفطار، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. سهل كده ومخدش اي وقت، يا دوبك كده نص ساعه كان خلص معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.